دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. ناس كتير في الفتره الاخرانيه بتسالنا على البيكيني سليب، او يعني ايه بيكيني سليب؟ بيكيني سليب يعني العمليه بتتعمل من كاميرا من عند الجرح بتاع السره، وبعدين الجروح الباقيه بيبقوا جرحين صغيرين بيتعملوا عند الخط بتاع البيكيني او مكان الولاده القيصريه عند السيدات. في ناس بتسال هل كل حد ينفع يعمل البيكيني سليب؟ ناس معينه هي اللي ينفع تعمل البيكيني سليب، بيتم اختيارها عن طريق الجراحه. لما بنقعد مع المريض بنقدر نحدد المريض ده ينفعه البيكيني سليب ولا لا. ميزه البيكيني سليب ده طبعا ان الجروح قليله جدا، الجروح كلها في اماكن بتختفي خالص زي جرح السره او الجروح اللي تحت. لو شفنا النهارده ده الجرح بتاع البيكيني سليب مثلا، ده الجرح بتاع السره، الجرح اللي فوق اهو مجرد جرحين صغيرين موجودين عند الخط بتاع البيكيني لاين، فمش باينين خالص. طبعا دول بيختفوا مع اللبس بعد كده. بيكيني سليب عمليه ناجحه جدا. الجدير بالذكر الانوفيشن ده صاحبه جراح مصري الدكتور تامر عبد الباقي جامعه اسكندريه. ده بيدل ان الجراحين المصريين طبعا يعني على قدر عالي جدا من الكفاءه. سافرنا اماكن كتيره وشفنا حاجات كتيره. الفكره كلها ان التكنيك ده كله جديد والناس كلها بدات تعمله في العالم كله ومن بعدها. طبعا زي ما انتم شايفين النتيجه بتاعته مذهله جدا، واتمنى لكم يا رب كلكم الصحه والعافيه. اشوفكم على خير باذن الله.